بتدور على سر نجاح العلامات التجارية؟ تعال نشوف مع بعض ازاي اللوجو مش بس رسم، ولكن ان هو المفتاح اللي بيخطف الانظار. في الدقايق الجاية هكشف لكم الاسرار الخفية ورا تصميم اللوجو والانواع اللي ممكن تغير مستقبل مشروعك. اول نوع هو اللوجو الرمزي البيكتوريال. ده النوع اللي بيعتمد على الرمز او الايقونة زي ابل او تويتر. بيكون قوي جدا لو الناس عرفت تربط ما بينه وما بين العلامة التجارية، بس لو البراند جديد فهيكون صعب جدا نستخدمه. مناسب للشركات اللي عايزة علامة بصرية مميزة ومعبرة عن هويتها. تاني نوع وهو اللوجو النصي الوورد مارك. النوع ده بيركز على اسم البراند بس بدون أي رمز زي جوجل وكوكا كولا. في الفيديو ده هنقول بعض البراندات، ولكن بفكركم إن أكترها مقاطعة. المهم الخط والتصميم هنا هو اللي بيفرق وبيخليه مميز، ومناسب للشركات اللي اسمها فريد وسهل تفتكره. تالت نوع وهو اللوجو الحرفي الليتر مارك، وهنا بنستخدم الأحرف الأولى من اسم البراند بدل ما نكتب الاسم كامل زي اتش بي وناسا. مناسب جدا للشركات اللي اسمها طويل وعايزة شكل بسيط وسهل الحفظ. رابع نوع وهو المزيج وهو الكومباينيشن لوجو، والنوع ده بيجمع ما بين النص والرمز زي اديداس وبرجر كينج. والنوع ده مرن جدا لان انت ممكن تستخدم النص لوحده او الرمز لوحده او الاثنين طبعا على حسب الحاجه، ومناسب جدا لاي شركه لان هو بيجمع ما بين القوه البصريه والوضوح النصي. خامس نوع وهو الامبلم، بيكون زي ختم او درع بيجمع ما بين النص والرمز زي هارلي وستاربكس. بيكون انيق واحترافي ولكن هو مش سهل في الاستخدام على كل المقاسات. مناسب للمؤسسات التقليديه او البراندات اللي عايزه احساس بالفخامه والرسميه. سادس نوع وهو لوجو الحروف المتشابكه المونوجرام لوجو. النوع ده مش مجرد اختصار، ولكن الحروف بتكون متشابكة أو مترابطة بشكل فني زي شانيل مثلا، والنوع ده بيدي لمسة فخامة ومناسب للماركات الفاخرة والشركات اللي عايزة تصميم أنيق وبسيط في نفس الوقت. سابع نوع وهو اللوجو المجرد الابستراكت. في النوع ده مش بنستخدم رمز واضح، ولكن بنستخدم رموز هندسية مجردة زي لوجو تويوتا ونايكي. النوع ده بيدي إحساس فريد ومختلف، مناسب للشركات اللي عايزة لوجو مميز ومجرد من أي دلالة حرفية. تامن نوع وهو اللوجو التميمة الماسكوت. لوجو بيعتمد على شخصية أو كاريكاتير زي كي اف سي وبرينجلز، مناسب للمطاعم ولأي شركة عايزة تبني تواصل قوي مع الجمهور. كل نوع من اللوجوهات ليه مميزاته وعيوبه، والاختيار بيكون حسب هوية البراند والجمهور المستهدف. لو انت كنت بتفكر تعمل لوجو، ايه النوع اللي انت شايفه الانسب ليك؟ قولولي في التعليقات، وما تنساش الاشتراك واللايك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.